خوتي المغاربه مرحبا بكم. بدايه هنيئا لكل التلامذ اللي نجحوا في البكالوريا، هنيئا لهم ولوالديهم، هنيئا لهم. وبمنتهى الالم كنعبروا على يعني شعورنا بالحسره اللي ما توفقش في هذا الامتحان. الله يوفقهم، الله يوفقهم في الامتحانات المقبله. خليوني اخوتي المغاربه نهنئ واحد بشكل خاص. دابا هنأت المغاربه كاملين بدون استثناء، ولكن واحد تهنئه خاصه لجوج ديال الناس لهم مكانه في هذا القلب ديال هذا الانسان المتواضع اللي قدامكم. واحد جاورته في محنه السجن وجاورته في الاعتقال، والثاني كان دفاعنا في ديك المحنه، محامي ديالنا في المحنه الاليمه، هو محامي المظلومين والمضطهدين، أستاذنا وصديقنا الأستاذ محمد المسعودي، الذي البكر ديالو ندى المسعودي نجحت بنقطة رائعة وبميزة حسن. هنيئا لأستاذنا ودفاعنا الأستاذ المسعودي، كان محامي ديالنا في جميع المحن، محامي الأستاذ المسعودي، ونعمة المحامي إلى جانب العديد من المحاميات والمحامون اللي كانوا دائما مؤازريننا. فهنيئا للأستاذ المسعودي، هنيئا لندى المسعودي، وهنيئا لكل المغاربة. التهنئة موصولة كذلك لشخص صاورنا في السجن، إنسان عزيز علينا الله شاهد، ونتألم لاستمرار المحنة ديالو كما الإخوة اللي معه، ناصر الزفزافي. ناصر الزفزافي كذلك اجتاز بنجاح امتحانات البكالوريا وحصل على معدل مشرف وحصل على ميزة حسن. هنيئا لناصر الزفزافي، وهنيئا لرفاقه، هنيئا للوالدين ديالو والخوت ديالو وكل الناس اللي كيبغيو هذا الإنسان. شكرا لكل من ساهم في صناعة هذا النجاح وفي هذا البكالوريا. ناصر بداية بناصر والأسرة ديالو ورفاقه وأصحابه وموظفي السجن وإدارة السجون. تحسب لإدارة السجون هذه النقطة، والحق يقال. عندنا ملاحظات كثيرة وعشنا آلام مع إدارة السجون واصطدمنا معها، وكانت لنا الشجاعة نقولوا كل حاجة بدون ما نزيدوا على شي حد. اللحظة اللي كنبغيو نشكروا كنشكروا، ملي كنوهوا بشي نقطة كنوهوا، ملي كنبغيو ننتقدوا كننتقدوا في إطار الموضوعية، وكيعرفونا ما كنكذبوش عليهم. في هذا الجانب ديال أن المعتقل يكمل قرايته، تحية لإدارة السجون. أنا شاهد عيان، لا تبخلوا إدارة السجون. تقدر تعطي عليك واحد الورقة ولا تعطي، ولكن ملي ما كيبخلوش على الطلبة اللي بغاو يقراو اللي بغا، فتحسب وكيوفروا وكيجيو الأساتذة تما وكيحرصوا، وزعما تحية لإدارة السجون في هذا الجانب، في هذه النقطة. وطبعا كاين مؤاخذات عليها في نقاط أخرى ليس المجال الآن لذكرها، ولكن في هذه النقطة أحيي إدارة السجون، لا المندوبيه لا على صعيد المركز، لا على صعيد المدراء، رؤساء المعاقل، الموظفين، كل من كيساهم في ان الانسان يكمل، لان هذه الترجمه الحقيقيه لانسنه السجون، والترجمه الحقيقيه الهاجس الحقوقي داخل السجون، والترجمة الحقيقية لإعادة إدماج السجين لعودته عودة جادة وعودة ناجعة إلى حظيرة المجتمع. ناصر الزفزافي بغيت نسد هذا القوس، ولكن مني ما عرفتش دابا جاتني مسكين. الناس كيشوفوا ناصر الزفزافي في أشرطة الفيديو بلغته الحادة وبقصمات وجهه أحيانا متجهمة، يبدو شخصا عنيفا قد يبدو للبعض، ولكن هو صاحب نكتة ورجل ذعابة. كنحتفظ له جوج ديال الذكريات، كنا في القبو ولكن وخيت بالكم عادي، ولكن الطريقه اللي حكى بها ناصر كنا قال لك عاد شي قصريه، قال غير شي صينيه وشي 5 الملويات و4 البطبوطات، وقال لي وشي املو طبسي ديال الزيت البلديه والزيتون وبراده شاي وبالنعناع. شوف السجين كيفاش الناس الحبس كاينه مشكل ديال الاكل، وكتشهى البطبوط، كتشهى الملوي، كتشهى الحرشه، كتشهى. واحد المره في الحبس خرجت في احدى المحطات، خرجت ما بغيتش نذكرها كاع، موظف شري لي درهم ديال الحرشه. شي ديك الدرهم ديال الحرشه داك الموظف، وبقي دابا فيما نفكروا بقى ندعي معاه. درهم الحرشه، عرفتي ديك السميده كيهبطت ليا، ديك الحرشه موحشه، درهم ديال الحرشه. ما تقدرش تقدر تفتح الانسان باب الجنه يدير فيها الخير. علاش الانسان كيكون عنده فرصه يلقى الله بهذا النوع من المعاملات مع المرضى ولا السجناء؟ تصور درهم الحرشه، بغيتي تنسى داك الموظف، ديما ندعي معاه. فمسكين دابا تفكرت ناصر كيفاش دار هذه من وكاينه وحده ولكن ما نقدرش نعاودها لكم. هذه خصني تفويض من ناصر على واحد الجريده ورقيه، تما عرفت بان ناصر يعني في النكته خطير، وكان قال لي كندخل واحد الجريده خصيصا وعلى اي. المهم هذه واحد الجريده ورقيه شهيره معروفه بالتشير وكانت كتشهر بينا، ولكن ناصر كيفاش كان كيتعامل مع ديك الجريده كيفاش كيهضر.
ما عنديش تفويض باش نعاودها لي، ربما لا خرج ناصر نقدو ما نعرف يعاودها ولا يعطيني شيء. ولكن ناصر مسكين عاش آلام ثاني كذلك، ربما هو أكثر واحد في المجموعة اللي كانت تجربته قاسية، لأنه في الأول جابوه الجناح 6، وفي الأول كان واحد طريقة الإعلام والدعاية اللي دارت على الملف، كان كلشي عرفتي الموظفين ما يقدش يقرب عند ناصر، الموظفين كيعاودوا كان كيبان لهم عرفتي باش ما تواصلش مع السجين، ما موظف ما يتواصلش معاه إلا في حدود مدلو حط له جريده ما عنده ما يقرا، ممنوع الجريده على ناصر في الاول، ممنوع الراديو، ممنوع مع من تهضر، هادشي راه وقع العيروس. جناح 6 وغرف صغيورين يلاه حفيت. والله يفرج عليهم في هذا اليوم السعيد. ما غاديش نفصل في هذا الشيء لانه حنا ما عمرنا ما كنفقدوا الامل في هذا المغرب، هذا هو ربما سر هذه البلاد. واخا هذه البلاد واخا السلطات كتقصى تقصى 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 تقصى، ولكن واحد اللحظه سبحان الله كتحس بشي بارقه امل، شي شمس غتطلع يعني دائما. ربما دابا طال شويه الوضع، ما عرفناش علاش ما كانش بحال هكا. كان نتصور يعني مؤمن الديوري محكوم بالاعدام، مؤمن الديوري في فتره فقيه البصري حكم بالاعدام، عمر بن جلون حكم بالاعدام، ومجموعات وكانت دائما. اليوم دابا هاد الشباب خرجوا في هاد لاج، وبحال دابا مسكين عينه وسمعت بان ناصر دار عمليه على عينه على حساب مراج كذلك، وهذه هنيئا له. شوف عينه مريضه وفايت دار عمليه اخرى ونجح وسط البكالوريا. فنتمناو الله يفرج عليهم. ما بغيش نزيد نطول بزاف في هذا الموضوع، وخليوني نمشي للموضوع اللي كيبكي. ملي نقول لكم المغاربه انا ما عندي معها حتى شي مشكل، راه كتعرفونا صحفيين، لا ما عندي لا انتمي لاي حزب، ولكن ملي نقول لكم هذه الحكومه اسوأ حكومه في تاريخ المملكه المغربيه راه ما تنكذبش. علاش اسوأ؟ تقول لي المهداوي كتبالغ والحكومات السابقه كانت عنيفه، اييه، ولكن المغاربه ما تقيسوا شي حكومه قراوها بسياقها، السياق اللي جات فيه الوطني، السياق الدولي وتركيبتها وحظوتها وشنو تيسر لها ما لم يتيسر لغيرها. حكومة أخنوش لاحظوا حسبوا شحال عندها من امتياز، وعاد غنجيكم القنبله اليوم المقاطعه ديال الطلب. واحد ما عندهاش معارضه بدون مخالب، كقط بدون مخالب. كاين اشخاص كاين اصوات وسط المعارضه كاشخاص نحترمهم بصح، ولكن معارضه كمؤسسه كما كنا كنتمناو، وكما كانت المعارضه ديال اللي ضد عبد الكريم العمراني، ولا المعارضه اللي كانت مثلا ضد مثلا جطو، ولا المعارضه على الاقل اللي كانت ضد عباس الفاسي، المعارضه مثلا اللي كانت ضد تاريخيا العراقي ولا ضد الفيلالي، ما عمر شي معارضه كانت ضعيفه بهذا المستوى. اذا هذا اول نقطه قوه عند هذه الحكومات. جوج، الحكومات السابقه ديما كتلقى 5 الاحزاب 6 الروينه. شوف حكومه بي جي دي، تصور عندك 6 الاحزاب، قرار متاخذ، هذه حكومه فيها 3 الاشخاص، والشخص اللي هو اخنوش مضوميني مره، اذا ما عندوش تبرزيط ياخذ القرار على خاطره. الحكومات السابقه كتلقى حكومه ولكن مني مبرزطه، مثلا كتلقى ماشي ديالها هذا رئيس الجماعه، الجهات ماشي ديالها هاد الحكومه مسيطره على كلشي، الجهات ديالها مسيطره على الجهات، رؤساء الجهات كاع هما، رؤساء الجماعات هما، رؤساء المجالس الاقليميه هما المؤسسات العموميه هما، المؤسسات الموازيه كاع كل شيء، اصوات الصحافه كلها ديالها الا بعض الاصوات. حنا وكنقولها بمنتهى الفخر، حنا ما عندنا علاقه بهذه الحكومه، وكاين بعض المواقع والجرائد الاخرى ما نعممش، ولكن قليل داك الشيء على رؤوس الاقلام، باقي كله انتم كتشوفوا تبعوا ما يكتب. اذا ما عندها صحافه كتكتب عليها قويه، ما عندها معارضه قويه كتكتب عليها، الشعب جات في واحد اللحظه الشعب كل شيء مكالمي مسكين، نهك بالنضالات وبالعصا وبالمشاكل. كان المفروض هذه الحكومه هذه تطلع بالمغرب. شنو كدات هذه الحكومه؟ حسبوا معايا 3 شهور ما قراوش ولاد الشعب 8 المليون، مزيان. لا البارح درت لكم فضيحه البرلمان كيفاش كيتكرفسوا على الدستور. شحال نعاود لكم، خليني دابا باش ما نطولش عليكم. شوفوا ديال اليوم مقاطعه شبه تامه للامتحانات ديال طلبه الطب. ما عرفتش انا واش الصدفه جابوها مع النتائج البكالوريا. المغاربه الاسر المغربيه تلاهوا بالنجاح ديال البكالوريا ونسبه النجاح، باش الناس ما ينتبهوش. سيدي نجحوا الطلبه البكالوريا المغاربه، خليكم معايا يقيدين، نجحوا ولاد المغاربه نفرحوا، ولكن المغاربه ما تنساوش القلب الفاجعه اللي عندكم الجنازه، ما تنبالغش. هذا الطب، الصيدله،
هاد المغاربه، هذا طب الاسنان، هذه صحتك المغربي. وحنا اصلا المؤشر ديال التنميه البشريه ما عرفت البوله حمراء شاعله فيه. حنا اصلا نعاني من المشكل ديال التطبيب. وحنا عندنا مشروع ضخم ملكي اللي هو الحمايه الاجتماعيه. وعباد الله ما تهضر في هذا المغرب السعيد. كيفاش المقاطعه شبه تامه؟ ماشي كنقولها انا، تقولوا كنظلم هذه الحكومه. يلا سمعوا وجابوها مع البكالوريا، وجابوها لنا مع موازين زعما ما غنتابعوش، وخشاو لنا الكرموس. المغاربه هذا الشيء راه خطير. سمعوا المغاربه. واليوم انطلقت الامتحانات بكلية الطب. عدسة ظهيرة انتقلت هذا الصباح إلى كلية الطب بوجدة، بمراكش، بالعيون، وبني منال. طبعا حاولنا رصد أجواء صبيحة الامتحان، لم يسمح لنا بالولوج إلى الكلية. علاش تلفازة المغاربة ما ترصدش؟ ما علاش عندي؟ وعلاش مولفة كترصد؟ من منعها؟ وعلاش منعتوا التلفازة المغربية؟ ياك مولفة كتنقل لنا الامتحانات ومن كتمشي هذه دوزيام ديال الدولة. اعلام ديال الدوله، باش نقولوا شي اعلام مغرض ولا تقولوا غير زيف الحقيقه ولا يخدم اجنده. اعلام المملكه المغربي، اعلام النظام، واعلام المخزن، واعلام ديال الدوله لا يسمح له. علاش؟ ايوا علاش؟ وبالتالي يصعب علينا ان نتحدث عن نسبه النجاح او نسبه مقاطعه الامتحان. طارق غانم. صباح هذا اليوم كلية الطب والصيدلة بمراكش تنتظر طلبتها لإجراء الامتحانات، بيد أن المشهد يحيل على وضع خاص يرخي بظلاله الثقيلة على السنة الدراسية الحالية. فرغم المقترحات الحكومية وتعهداتها، طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان تشبثوا بما يصفونه مقاطعة للامتحانات. إلى كلية الطب بالعيون كاميرا القناة رصدت نفس الصورة، غياب الطلبة عن إجراء الامتحانات التي استقر على موعدها اليوم الأربعاء 26 من يونيو. وبكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الأول في وجدة المشهد ذاته بكل تفاصيله، أبواب مغلقة تعكس وضعا أقرب إلى حالة خاصة. ولتجاوز هذه الوضعية أعلنت الحكومة أمس الثلاثاء عقب اجتماع وزاري ضم ممثلي الطلبة عن توصلها إلى اتفاق يقضي باستكمال الموسم الدراسي. تعلن الحكومة على أنه تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024. أو سير بحالك المغاربة. اش ديك الاغنيه ديال الناس الغيوان؟ ما هموني غير رجالي لا ضاعوا والحيوط لا راب وكل هيبلي ضاع. ممكن تمشي انت عند صندوق النقد الدولي وتمشي عند البنك الدولي المؤسسه الماليه وتسلف وتعطي 1000 درهم للاساتذه وتقول انجازات وزدنا الارامل. هذيك عا فلوس تسلفتيها، وها انت كتخرج الموارد البشر. ما هموني غير رجالي لا ضاعوا. بشار ما قراكش العام كامل، ما قراش. المغاربه ما تعطيش 1000 درهم للاساتذه وتدور مع الفلاحه وتبني لي. اهم حاجه هو الانسان. 8 المليون ديال ولاد المغاربه المزاريط ما قراوش 3 شهور. زيد عليهم دابا الطلبه ما قراوش 25000 طالب ولا شحال هما من طالب. يلا سنه بيضاء. واش غدا انت كحكومه شحال تقول لي درتي في المغرب؟ وانت حكمتي على الاجيال المقبله، عرفتي شنو درتي ولا؟ دابا المغاربه كون كانت شي حركه اجتماعيه قويه، كون كانت شي معارضه وشي، والله لازم تنهار حكومه اخنوش على هذا الامتحان. والله لازم تنهار. الاسدوس الاول ما داش والاسدوس الثاني ما داش، زيد 2 دورات. تعرف شنو ما معنى انت حكومه تدبر الشان العام؟ هذه راه امانه كنعطيك. نجحتي صافي ولا تحكم لي على المجتمع بالخراب بالمستقبل؟ تجي تجيب لي النتائج ديال البكالوريا مع هادو واش ما نتابعوش زعما؟ هما دابا الطلبه ما قراوش باش نديروا هذه الحمايه الاجتماعيه، واش نديروا؟ وحنا اصلا عندنا مشكل خطير ومطالبهم مشروعه. اش كيقول لك؟ علاش اخويا غتقلص لي التكوين 6 سنين؟ علاش؟ اوروبا 6 سنين كيدير لك واحد العام ديال لا فورماسيون، هي 7 سنين 7 هنا 6. علاش تنقص له عام؟ علاش تنقص له عام؟ فين كاين المشكل؟ شنو طلب هذا السيد؟ بغيت انا نعرف. لو كان شي مطلبهم سياسي مثلا، كون جاو هاد الطلبه هادو وقالوا لنا سيدي خصنا مجلس تاسيسي ولا خصنا مجلس الدوله، شي حاجه اللي معنى ولا مثلا جاو قالوا لنا شي مطلب ديال الاحسان، قالوا لنا سيدي خصنا القومه، او لا جابوا لنا شي مطلب مثلا ديال التاميم. وهذا قال لك التكوين بغيت 7 سنين بحال اوروبا عندها 6 وعندها عام كيديروا فورماسيون فاش فيه هي 7 سنين. جا هذا قال لك سيدي عباد الله راك كتعمر ليا قوت الطلبه، ما عنديش مدرج، باغي تزيد الطلبه يقراو معايا انا معاك، وفر لي بنيه الاستقبال، اعطيني فين نجلس، اعطيني نمشي ندير الدروس التطبيقيه،
بغيت نمشي ماشي تعطيني واحد جوج اطباء معاهم جوج ديال المتدربين معاهم، وكاين 10 د الاسير هاد المرضى معاهم 10، وانت عندك 1000 واحد كيقرا ما كيحضرش بالتطبيق ما كيحضرش بوالو. فين كاين المشكل؟ علاش انت غتجي دوز له تجي تقول تحدد له الامتحان وانت كتحاور معاه؟ انت شو المغاربه اش داروا هاد المراوي كيتحاوروا معاهم. ناضوا واحد النهار قال لهم حدوا لهم امتحان، ما دايرين محضر اتفاق، ما لغاو ديك القرارات التاديبيه اللي محبسين عباد الله عامين ما يقراوش. شوفوا المغاربه شوفوا على وزاره كي دايره. دابا انا كنتفاوض مع الطلبه وكاينه ازمه عميقه وما قراوش الاسدوس الاول وغادا سنه بيضاء باينه. نوضت هي الحكومه اش غنديروا؟ مشات حددت الامتحان اليوم 26 بلا ما تلغي القرارات ديال التوقيفات، موقف الناس عامين، بلا ما يرجعوا ديك القرارات ديال حلوا لهم المجالس الهياكل ديالهم، بلا ما يناقشوا معاهم، بلا ما يديروا محضر اتفاق، بلا والو. يعني غتجيو الخنافركم دم كيتعاملوا مع الطلبه كيما كيتعاملوا مع عرفتي دابا هاد العقليه ديال الوزاره وهاد الحكومه كيتعاملوا مع بلاد عندهم واحد الثقافه. مغربي ما تعطيهش قيمه، ما تجلسش معاه. مغربي نحصرو، مغربي راه كاموني، مغربي كيتمشى بالدق. الا جلستي معاه ودرتي معاه محضر اتفاق وتشترطي معاه يدصروا المغاربه وغدا عرفتش تعدير. خاصهم يحسوا سوقهم خاوي وتخرج كاع سنه بيضاء. دابا هكا تيفكروا العقليه هذيك، وما كينساو بان الجهد كيهرس المحرات. راه تنجح لك سياسه في قطاع ماشي معناها غتنجح لك في قطاعات اخرى. انا نقول واحد الهضره لهاد الاخلوش وهاد الحكومه، واخا زعما بحكم تجربتي المتواضعه في الحياه، انا تجربتي على قد الحال. شي الحياه انا نعطيكم واحد المثال باش تفهموه مزيان. كيقول لك واحد المدرسه كيكونوا فيها التلاميذ كيلعبوا، راه التلاميذ خرجوا مع الربعه كيلعبوا. التلاميذ كيديروا شي تيلعب الكره، شي تيلعبوا صاحبه، الحارس العام راه كيتسارى، المدير راه واقف مع الاستاذ كيجمع، واحد الكاتبه كيبان لك انت الوضع طبيعي. هذا هو ديال المدرسه. وواحد اللحظه يقدر شي حارس عام ولا استاذ ضرب طالبه بتصرفيقه. هذاك الحدث المعزول والصغير يقدر ياثر على ذاك الفضاء كامل وما تبقاش تريح، والتاريخ يتحول. كان غادي التاريخ هكا كيولي غادي بشكل حلزوني. هكا علمتنا دروس التاريخ. ما 68 وقعت في فرنسا هكا، وما وقع في تونس، وما وقع. مشكلة هذه الحكومة أنها تاقت في راسها بزاف. قالوا هذا الشعب سوقو خاوي، وشي واحد اقتنع بهذا الشعب سوقو خاوي كاموني. هادشي علاش ولات الزيار في كل شيء. صافي خلي بنادم في الحبس ويبقى من يخرج مرة غير شوية. ديك الانفراجات الكبرى لا، إلا خرج من الشارع خليه تيطيب تيعيا ويدخل بحالاته. المهم جميع القرارات غتوخذ بهذه الطرق. هذه طريقة كتسلك، ماشي دائما الحياة ماشي دائما. اليوم هاد الطلبة ديال الطب والصيدله بانوا بانهم صافي وعندهم دعم ديال الاسر ديالهم. شوفوا النسبه ديال النجاح، شوفوا النسبه ديال النجاح ديال الاضراب ماشي رسميه، ولكن اللي توصلنا بها احنا من العديد من المجموعات اليوم اللي دايرين على الواتساب. شوفوا النسبه ديال النجاح اخوتي ديال هاد المقاطعه هذه. ها انتم شوفوا كازا 100%، الرباط 100%. كاينه بعض المناطق الاخرى وجده شحال عندها؟ وجده 95%. العيون 92%. الكازا 96%، وكاين كازا عاوتاني بجوج وحده 100%. 95% وجده. شوفوا خوتي المغاربه، يعني النسبه ديال النجاح ديال الاضراب كنقول ماشي رسميه. هذه المعطيات اللي عطاونا عدد من الطلبه. اذا في اخر المطاف الشي ملي كتحبس بنادم ما يقراش، الشي المغاربه هذه بوحدها خاصها الحكومه اجتماع طارئ. الشي المغاربه لو كنا نيت المغرب اللي كنعرف شي اجتماع طارئ، ما عرفتش واش كتحسوا بهذه الخطوره. راه بحال ولادنا ولادكم، هاد ولاد الاطباء ولا هاد ولاد هاد الاسر المغربيه. كيفاش انك انت وزير ما نجحتيش في الامتحانات؟ كيفاش اليوم ولاد المغاربه ما قراوش؟ انت شكون؟ واش ديالك المغرب؟ واش ديالكم المغرب؟ واش ديالكم؟ راه انتم غير مؤتمنين منتخبين ولا معينين باش تدبروا. وهاد البلاد بالطب ديالها بكذا راه نتاج ديال واحد المسار بناو هاد البلاد، بناها العرش وبناها الشعب. تجي انت تدخل وتخرب لي المغربي ما يقراش الطب عام سنه بيضاء وما نحاسبكش. وتدوخني بسنه هذا شنو قول لي شنو كاين؟ كورونا، كاين الجراد، كاين الجاف، شنو كاينه؟ علاش انت وزير فشلتي في العاده وزير فشل في الامتحان في الاول والثاني؟
باش انت وزير علاقتك بالاساتذه على قد الحال جامعيا، ما قدم الذكاء الاصطناعي بلا ما نناقشوا المصيبه ديالو، الوضع كيفاش داير دابا ديال الطلبه انتم كنتو ما قراوش، باش انت وزير، باش انت شنو معنى وزير المغاربه؟ وزير التعليم العالي. فشلتي في انك امتحان ديال الطلبه، والله لا زدتي نهارك وكان شويه كبده على البلاد، والله ما تزيد نهار. كاين شي امتحان اكثر من هذا؟ باش انت وزير اش غندير بيك؟ ولكن اخوتي المغاربه قال لك من الخيمه خرج ماهي. شنو عطاه هو الجامعات القضائيات كرئيس جامعه؟ قولي واش هذه الجامعات القضائيات ملي كنتي فيها انت التكلاسات في الجامعات العالم ولا جبتي تما شي اختراع؟ واش كاين شنو هذا ما معنى رئيس جامعه القضاء تولي وزير؟ شنو هو السي في ديالك باش تولي وزير التعليم ديال هاد المغاربه العالي، التعليم العالي؟ اعطيني مسارك الاكاديمي المعرفي، اعطيني شنو انت زعما تكلاسيتي، زعما جبتي شي بحال دابا منصف سلاوي نقولوا مثلا في كورونا شي اسم، ولا داك اللي صنع البطاريات، ولا داك شنو هو الميراوي؟ انا ما كنعرفوش، لقيته مستوزر. ميراوي شنو هو الميراوي؟ حيت عندك علاقات ببعض الناس فرانكفونيين فرنسا، هذه هي نقطه القوه. واش ضفتي كاع هاد فرنسا كلها شمن ربح فيها كاع؟ شنو انت وزير؟ شنو اعطيني شي مسارك النضالي، مسار واخا نحيدوا المسار الاكاديمي، شنو المسار النضالي؟ شكون هو الميراوي؟ في دزتي في شي اتحاد وطني ما كنعرفوكش، شي معطلين دوزتي في شي اطارات طلابيه، دوزتي في شي اطارات. منين جا الميراوي وزير؟ يعني مسار النضالي، المسار الاكاديمي، المسار العلمي، المسار يلاه دابا هو منوض روينه مع الاساتذه الجامعيين، هو دابا فشلتي في ان الطلبه شنو وعاد داخل وكاينه شبهات، ما نقول شبهات تاعهم محاوله التدبير ديال، وراه كانت جمعيات حقوقيه فتحت من ثارت النقاش ديال الفساد عليه وتفتح فيها، اعتقد كان قاضي التحقيق ما عرفتش فتح فيها بعد شي شكايه. وعاد المشاكل اللي وقعت له مع كامل الاسف. نختم اخوتي المغاربه هذه الحلقه، نختمها باش تعرفوا، قبل ما نختمها خليني نذكر الاخوان المغاربه، راه الطلبه ديال الطب ما دوزوش الامتحان الثاني، الدوره الاسدس الثاني. الا ما كانش هذا هو عنوان فشل الحكومه، شنو هو العنوان؟ ياك ما تقول لي غدا وكلت المغاربه بارك عليا من النعناع، شنو تقول؟ ولكن انا بارك عليا هذاك من النعناع يعطاف. السي اخنوش المحترم كنناقشوك راه علاش الغدايد عشان ما يقرا. واش هذوك ولاد المغاربه واش فكرتي في ذاك الاسر كيفاش كيفكروا في الليل؟ مستقبل ولادهم ضايع. هاد المغاربه مساكن كاع ما قدرتيش تلقى معاهم حل. شنو مطالبهم؟ شنو معنيه تجي انت وتدوزهم تحدد لهم صحه الطريق؟ زعما شنو زعما اش كيطلبوا هاد الناس كاع؟ ياك ما تقول لي عاوتاني عندهم ديك الهضره ديال السياسه عدل الاحسان والنهج الديمقراطي وراء هذا، ولا كانت النهج العدل والاحسان ولا النهج نجحت انها فبرافو ليها، خاصها تسلم الحكومه ملي قادره تاثر. وعلاش انت ما قدرتيش؟ انت باجهزتك وبوزارتك وبظروفك وبامكاناتك وما قدرتيش، وغلباتك العدل والاحسان اللي هي جماعه بهذا المنطق عندك تقولها، راك كضر راسك الا نسبتي العدل والاحسان راه فرعاتك راه واعره وهي ما كاين اللي عدل الاحسان، حيت هذاك نعرفوا الامهات والاباء عباد الله. فهذا فشل ذريع، وعنوان ديال فشل هذه الحكومه ينضاف الى يعني العديد من الفشل في قطاعات اخرى. نختم هذه الحلقه باش نختمها بمكالمه مع محمد الغلوسي رئيس لجمعيه حمايه المال العام المغرب. علاش عيطت الغلوسي؟ لقيته كتب في واحد التدوينه ديالو هذا الوزير الميراوي دار معاه كلمه باش يحلوا واحد المشكل، هو به ما جاش. راه شوفوا المغاربه عامل هذا السلوك يبان لكم عقليه الوزير كشخص له كل احترام، كنناقش كمركز، يعني المركز ديالو كموقعه الدستوري كوزير كعضو في السلطه التنفيذيه. شوفوا المغاربه هذه المكالمه اللي غنجري مع محمد الغلوسي، سمعوا شي يعاود نسولوا في الاول على رايه في خصوص هذه المقاطعه، وغنسولوا على ماذا وقع له مع الميراوي عندما كان الغلوسي رئيس للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. الو سي محمد بخير؟ مرحبا سي الله يحفظك سي محمد. مرحبا سي حميد. جوج نقيطات باقتضاب، نعرف وقتكم مشغول. السؤال الاول، رايكم بخصوص المقاطعه اليوم، يعني تقريبا شبه يعني قلت تامه كاع الامتحانات ديال الطلبه ديال الطب والصيدله وطب الاسنان. مقاطعه الامتحانات كليه الطب والصيدله تدل على اننا امام ازمه حقيقيه، عكس ما تحاول الحكومه ان تظهره بانه مشكل عادي وفي سياق عادي.
وتتعامل معه بمنطق أنه مشكل عادي لم يرقى إلى مستوى الأزمة، وفي نفس الوقت يوضح ويبين طبيعة المسؤولين المشرفين على هذا القطاع والذين للأسف ليسوا في مستوى المسؤولية من أجل إيجاد حلول للمشكل المطروح منذ شهور طويلة. سي محمد، نعم. الله يحفظك، واحد الواقعة مهمة وسبق لك سردتيها في الصفحة ديالك مع الأستاذ الميراوي، كنت كنلتزم معكم شي لقاء أخوة بكم، شنو كان دار؟ لا وزير التعليم العالي الذي سبق له أن شغل أيضا منصب رئيس جامعة القاضي عياض للأسف أبان خلال توليه لهذه المسؤولية رئاسة الجامعة القاضي عياض أنه غير جدير بأن يتولى مثل هذه المسؤولية، فبالأحرى أن يكون وزيرا، لأنه سبق أن طرح مشكل يتعلق بموظفي جامعة القاضي عياض الذين عمد الوزير إلى تفريقهم وتشريدهم عبر محطات وكليات مختلفة، بما فيهم نساء تم تنقلهم إلى مدينة القلعة الصغرى، واضطرنا للتنقل كل صباح على الساعة 5 صباحا إلى مدينة القلعة الصغرى. وتدخلنا حينها لما كنت رئيس لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل الوساطة لحل هذا المشكل بناء على طلب نقابة الموظفين، إلا أنه للأسف أن رئيس الجامعة منحنا موعد أو أعطانا موعد من أجل مناقشة هذا الموضوع من كل جوانبه والبحث في سبل إيجاد حل له، إلا أنه للأسف لما تنقلنا كوفد الفرع للجمعية إلى مقر رئاسة جامعة القاضي عياض تبين أن الرئيس غير موجود، أو أنه لا يريد أن يظهر لنا كرئيس، وأخبرنا بأنه غير موجود دون تقديم أي توضيح أو أي اعتذار حول هذا السلوك الذي لا يليق للأسف بمسؤول من درجة رئيس جامعة القاضي عياض. أخوة بكم ما جاش كاع، ما اعتذر، ما وضح، أخوة بنا ما اعتذر، ما قدم توضيحات، ما قدم، مع العلم أن كنا احنا دور ديالنا أنه كنا نسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وإيجاد الحلول الممكنة التي يمكن أن تساهم في خلخلة المشكل الواقع بينه وبين الموظفين وتفصيل الهوة بيناتهم. كان هذا هو هدفنا، لكن رئيس الجامعة للأسف لم يتصرف بشكل لائق، وللأسف الشديد اتضح أنه أن توليه لهذا المنصب ديال الوزير هو كيقولوا بالدارجة منصب كبر منه. مع كامل الاسف. سي محمد عافاك، انا اسمح لي، ما كاين شي ملفات شي كاين فساد ضده، شي شبهات فساد عنده انتم كجمعيه معمر؟ لا، احنا كجمعيه لم نتقدم بشكايات، ولكن اثيرت قضايا كثيره تتعلق ببعض الصفقات وبعض المشاكل لما كان رئيسا للجامعه. للاسف ان الابحاث والتحريات للحدود الان لم تظهر نتائجها، ولم يسأل احد على هذا المستوى. شكرا بزاف السي محمد، شكرا، الله يبارك فيك. بسلامه بسلامه بسلامه. دابا اخوتي المغاربه سمعتوا من عند السي محمد الغلوسي، دابا رجل اللي غيدير الحوار مع الطلبه ديال الطب والصيدله. دابا تصوروا هذا الواقع اللي عاود السي الغلوسي عنده مشكل الوزير مع الموظفات، الجمعيه دخلت كوسيط، داروا الكلمه، اتفقوا، اخوه بهم ما جاش ولا اعتذار ولا تبرير. هذا السلوك هل يليق برئيس جامعه؟ هل يليق بمسؤول يدبر مرفق عمومي؟ هل يليق بشخص يصبح وزير؟ دابا هذا الشخص هذا اللي ما التزمش مع جمعيه حقوقيه باش يحلوا مشكل مع الموظفين واخوه بهم، حتى ثقافه الاعتذار كيفاش اليوم يعني ما غيوصلش لهذا المشكل اللي وصل فيه اليوم مع الاطباء؟ اذا مع كامل الاسف ها هو مره اخرى وزير من حكومه اخنوش يؤكد لباقي الشك بان هذه الحكومه يعني ما كتفكرش في الشعب المغربي وفي مصلحه الوطن، وانها حكومه فقط كل واحد كيفكر في المصالح ديالو. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.